أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة للسيطرة على الأسعار خاصة المنتجات الغذائية. خلال مؤتمر صحفي أوضح مدبولي أنه تم التوافق مع الغرف التجارية على تخفيض أسعار 7 سلع أساسية، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار يقوده ثبات في أسعار السلع وذلك خلال الفترة المقبلة. تم التوافق على ان السبع مجموعات سلع رئيسية الآتية هيبدأ عملية التخفيض في أسعارهم بنسب ما بين 15 ل 25%. وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية التخفيض منذ أمس، ولكن هو فعليا توافقنا ان بحد أقصى يوم السبت الجاي هتكون كل منتجات اللي تخص هذه السلع هتكون بيحصل فيها التخفيض ما بين 15 إلى 25%. وهيبقى مكتوب السعر الحد الأقصى للسلعة على كل المنتجات، ولكن هيبقى كمان معناها ان ممكن يبقى ده الحد الاقصى، ولكن يبقى في مساحة كمان للخفض عن هذا الرقم. لكن خلينا اكد ايه هي السلع دي. احنا بنتكلم على الفول والعدس والالبان، منتجات الالبان والجبنة البيضة، المكرونة، السكر، الزيت الخليط بتاع زيت الطعام، والرز. دي المجموعات الرئيسية. ولكن بالإضافة إلى ذلك تم التوافق أيضا مشكورين مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، بيض المائدة. هيبدأ برضو تطبيقه في هذا الموضوع. احنا دخلنا في حجم وكم من التفاصيل والمناقشات والتفاوض مع ممثلي القطاع الخاص عشان يبقى فيه توافق على كل الآليات اللي هم طالبينها من الدولة. واحنا بدأنا فعلا هذه الإجراءات، وهناخد كمان يمكن قرارات السيد وزير المالية هيعرض عليها وهوقعها فيما يخص تعليق الرسوم، عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج، وهتبقى لمدة 6 شهور علشان نضمن أولا انخفاض الأسعار، ويبقى الانخفاض ده يعقبه استقرار في سعر هذه المنتجات. لان احنا مش عايزين ان مجرد يبقى الانخفاض هو مجرد وقتي لفترة زمنية محدودة وترجع الاسعار تاني تزيد. فعشان كده توافقنا ان نفس الآليات اللي هم طلبوها من البنك المركزي ومن وزارات المعنية ومن وزارة المالية هتستمر تنفيذها لفترة غير محدودة. وبنتكلم على فترة زمنية قلنا 6 شهور على الأقل، عشان نطمئن إلى انخفاض وثبات أسعار السلع اللي احنا أعلناها دي.